اخطر حاجة في حياتك مش الخوف، اخطر حاجة انك تفضلي واقفة في نفس المكان علشان خايفة تتحركي. عارفة ايه المؤلم؟ ان الخوف اللي المفروض يحميكي هو نفسه اللي منعك تعيشي الحياة اللي انت تستحقيها. الخوف مش عدوك الحقيقي، هو اليوم اللي يعدي عليكي من غير ما تاخدي الخطوة اللي قلبك مستنيها. لو انت مستنية الخوف يختفي عشان تتغيري، يبقى هتفضلي في نفس الدايرة، لان الخوف بيروح بعد الخطوة مش قبلها. والفيديو ده ليكي، لو كل ما تفكري تغيري حاجة في حياتك الخوف يوقفك ويقولك لا مش دلوقتي. احنا كبشر بنخاف من اي جديد، مش عشان احنا ضعاف، لا، علشان عقلنا متعود يمسك في المألوف، حتى لو المألوف ده بيخنقنا. تلاقيكي عارفة انك محتاجة تتغيري وعارفة ان في خطوة لازم تتاخد هنا، بس اول ما تفكري فيها تلاقي الخوف واقف قدامك ويقولك استني شوية. طب ايه اللي يضمنلك؟ بس الحقيقة الخوف مش دايما علامة خطر، ساعات بيكون إشارة إنك قربت من الباب اللي كان لازم تفتحيه من زمان. التغيير بيصحي جواكي أجزاء كانت نايمة، بيقولك انت لسه قادرة ولسه عندك كتير. والبداية مربكة، بس الإنسان بيتأقلم أسرع بكتير من اللي بتتخيليه. كل خطوة صغيرة بتاخديها الخوف بيقل. العقل لما بيشوفك بتتحركي بيبدأ يبني شعور بالأمان جديد. الخوف بيكبر مع التفكير وبيصغر أول ما تعملي فعل واحد بس. والغريبة بقى إن معظم الناس بيلوموا نفسهم على الحاجة اللي مجربوهاش أكتر من اللي فشلوا فيها. كمان التغيير عمره ما بيكسرك، هو بس بيكشفلك الحقيقة ايه اللي كان بيكسرك قبل ما تتغيري. وأصعب لحظة هي أول دقيقة بعد القرار، بعدها بتلاقي الدنيا ماشية واحدة واحدة. والمخ اللي كان بيعطلك هو نفسه اللي هيشكرك بعدين إنك مفضلتيش سجينة التردد. ما تستنيش الخوف يختفي، لأنه مش هيروح قبل الخطوة دي، بيروح بعدها. ابدأي بخطوة صغيرة، خطوة مش مرعبة بس تديكي دفعة للأمام. خطوة تقول لعقلك أنا ماشية ولما تهدى تعالى ورايا. وكل ما تلاقي نفسك مترددة اسألي خوفي ده بيحمي راحتي ولا بيحبس إمكانياتي. التغيير مش محتاج بطولة، محتاج قلب هادي ونفس مستعدة تجرب بداية جديدة. وافتكري دايما ان انت مش محتاجة تبقي شجاعة طول الوقت، انت محتاجة تتحركي بس. ولو الفيديو ده شجعك حتى لو بنسبة 1%، اعملي لايك واشتركي عشان نكمل الرحلة دي سوا هنا في قناة بديفا.